ليه هتحس إن الحمل تقل؟ إن الدنيا بقت واقفة قدامك وما بتبتسمش، كأنها بتقولك خلاص لعب العيال خلص، انت دلوقتي داخل على الجد. الإحساس ده مش صدفة ومش مزاج وحش، ده إحساس واحد واقف على باب مرحلة جديدة عشان تتشكل من تاني على قد المسؤولية الجديدة اللي مش هتسأل فيها عايز إيه، لأ هتقول فيها محتاج إيه. الدنيا قالت لك وقفنا نلعب، انت دلوقتي في الميدان، والميدان مش بيضحك على اللي مش عارف خطوته إيه. لو انت السرطان فقرارك مش اختيار، ده قدر. والتحدي مش صعب، التحدي هيحسسك إنه صعب عشان يخليك أصلب. عشان تاخد مكانك لازم ترتب أوراقك من الأول، مش هتقدر تروح لقدام وانت مش فاهم إزاي وصلت لقدام أصلاً. هتحتاج خطة وخريطة، وبداية الخريطة إنك تعرف موقعك بالظبط. ويلا اعمل لايك وسبسكرايب عشان ده بيساعدني على الاستمرار، وبينا على التفاصيل يا سرطان. عارف الإحساس اللي بيجيلك قبل الفجر لما الدنيا تكون هادية والكل نايم وانت بس اللي قاعد وعقلك مش بيبطل تفكير؟ الإحساس إن في حمل تقيل قوي نازل على كتافك، وإنك بقيت مسؤول عن حاجات ما كنتش متخيل إنك هتشيلها في يوم من الأيام. لو انت برج السرطان فالإحساس ده مش مجرد قلق عابر، ده زحل. زحل مش جاي يطبطب عليك ولا جاي يقولك معلش، ده المعلم اللي مش بيضحك، اللي ما بيديش درجة النجاح غير تعب وعرق بجد. النهاردة زحل واقفلك بالمرصاد في بيتك العاشر، أعلى حتة في خريطة حياتك، المكان اللي الناس بتشوفك منه، البرستيج، الاسم، السمعة، والكرسي اللي بتقعد عليه وسط المجتمع. انت مش داخل على مجرد سنة فيها شغل زيادة أو ترقية والسلام، انت داخل على مواجهة مباشرة مع هويتك العملية. البيت العاشر ده هو القمة، وزحل لما بيدخله بيبدأ يسألك أسئلة صعبة. انت مين؟ وإيه اللي يثبت إنك تستحق المكانة دي؟ وهل انت فعلاً قد المسؤولية ولا مجرد صورة؟ عشان كده هتلاقي النوم بقى هربان منك، وعقلك شغال 24 ساعة، بيخطط، بيحسب، وبيفكر في كل حركة. زحل بيخليك تحس إنك ماشي لوحدك في طريق واسع قوي، مفيش حد يسندك ومفيش حد يشيل عنك الشيلة. فجأة الكل بقى مستني منك أنت القرار، الكل باصص لإيدك ومستني منك الحسم. والمسؤولية ما بقتش بس عن نفسك، دي بقت عن غيرك وعن اسمك وعن مستقبلك كله. القيادة اللي زحل بيفرضها عليك المرة دي مش قيادة منظرة ولا كراسي مريحة، دي قيادة تعب. هي قيادة بتتقاس بقد إيه هتقدر تستحمل الضغط وتفضل واقف على رجلك حتى لو بتوجعك. هتلاقي القيود زادت حواليك، هتلاقي إن كل خطوة بتخطيها محسوبة عليك بالملي، والغلطة اللي كانت بتعدي زمان دلوقتي تمنها غالي قوي وممكن يكلفك كتير. بس على الناحية التانية، الجمال في الموضوع إن أي حاجة صح بتعملها في الوقت ده بتتحافر في اسمك بماء الذهب. زحل في برج الحمل، المكان اللي هو فيه دلوقتي بيقولك بوضوح بادر، اتحرك، ابدأ، بس من غير تهور. مش وقت الاندفاع اللي ملوش لازمة ولا وقت الحماس اللي بيطفي بسرعة. كل حركة لازم تكون بميزان، كل كلمة تخرج من بقك لازم تكون قدها، وكل وعد بتديه لازم تنفذه مهما حصل. انت دلوقتي بتتعلم يعني ايه تبقى قائد حقيقي، والقائد الحقيقي مش هو اللي صوته عالي، هو اللي بيعرف يقول لأ في الوقت الصح، وبيعرف يكمل المشوار وهو تعبان ومن غير ما يشتكي. والضغط ده مش جاي من فراغ، ده جاي عشان يخليك تنظف حياتك من الزوايد. هتلاقي نفسك بتسأل أنا ماشي في السكة دي ليه أصلاً؟ هل ده الحلم اللي كنت عايزه؟ ومين الناس اللي بجد تستاهل تفضل معايا في الرحلة دي؟ زحل كوكب مقص، بيقص كل حاجة ملهاش لازمة، بينظف حياتك من العلاقات اللي كانت عبء عليك ومن الفرص اللي كانت شكلها حلو من بره بس من جوه فاضية. وده درس قاسي قوي عليك يا سرطان، لأنك بطبعك كائن عاطفي، بتمسك في الناس وبتحب الأمان. بس المرحلة دي بتقولك إن العاطفة لوحدها مش هتبني بيوت ولا هتعمر كارير، لازم تنشف، لازم تكون عملي، ولازم تعرف إن اللي هيفضل معاك في الآخر هو بس اللي مبني على أساس صلب زي الصخر. والحكاية ما بتخلصش عند الشغل وبس، لأ، دي ممتدة لحد باب بيتك ولحد قلبك. زحل هو اللي بيحكم بيتك السابع، بيت الشراكات والجواز،
ووجوده في بيت الكارير عامل زي خيط حرير بس تقيل قوي، رابط بين حياتك العملية وحياتك العاطفية. يعني مفيش فصل، مفيش حاجة اسمها هسيب مشاكل الشغل بره، لأن الشغل والبيت دلوقتي داخلين في بعض. شريك حياتك هيكون ليه دور محوري، يا إما هيكون السند اللي بيرفعك للسما وبيخليك تستحمل ضغط زحل، يا إما هيكون هو ذات نفسه الاختبار الصعب اللي بيعلمك حدودك. لو أنت في علاقة مهزوزة أو ضعيفة، الضغط بتاع المرحلة دي هيطلع كل المستخبي، هيخليك تواجه الحقيقة اللي كنت بتهرب منها، مش عشان يكسر لك قلبك، لكن عشان تشوف الحقيقة بجد. ممكن تلاقي نفسك بتقابل شريك حياتك من خلال شغلك، أو تكتشف إن نجاحك العملي معتمد على قرار مصيري في علاقتك. الحب دلوقتي ما بقاش مجرد كلام حلو، بقى التزام، بقى شراكة حقيقية في الواقع المر قبل الحلو. ولو دخلنا أعمق شوية هنلاقي إن زحل كمان بيحكم بيتك الثامن، بيت الفلوس المشتركة، الديون، التركات، وحتى الأسرار اللي ما بنقولهاش لحد. وجوده في بيت العاشر معناه إنك ممكن تلاقي نفسك فجأة مسؤول عن ميزانيات ضخمة مش بتاعتك، أو بتدير موارد ناس تانية، أو حتى شايل أسرار مؤسسة كاملة على كتافك. والمشكلة إن زحل في مكانه ده تعبان شوية، فالموارد هتكون قليلة والطلبات كتير جداً. هتحس إنك بتعمل من الفسيخ شربات فعلاً، بتعافر عشان تطلع أحسن نتيجة بأقل إمكانيات ممكنة. وده امتحان صبر من الطراز الأول. وانت يا سرطان عندك صبر أيوة، بس دايماً بتصرفه على الناس. المرة دي زحل بيقولك اصرف صبرك ده على نفسك وعلى مستقبلك. حول الصبر ده لاستراتيجية، لخطة عمل، مش مجرد تحمل وخلاص. كل اللي بيحصل لك ده، كل التعب والقلق والتفكير، هدفه حاجة واحدة، هي إعادة هيكلة صورتك. زحل بيثقلك، بيمحي النسخة القديمة منك اللي كانت بتتردد أو بتخاف من المسؤولية، وبيصنع منك نسخة جديدة تقيلة. شخص لما الناس تشوفه تحترمه، ولما يتكلم الكل يسكت ويسمع، ولما يمسك مهمة يبقوا متأكدين إنه هيخلصها لآخر نفس. السلطة هنا مش مجرد لقب على كارت، السلطة هي إنك تكون ثابت وراسي في الوقت اللي كل اللي حواليك بيتهزوا. لو مشيت مع زحل وما قاومتوش، لو قبلت الدروس دي بقلب شجاع، لو التزمت بالانضباط والجدول والمواعيد والكلمة الواحدة، هتخرج من المرحلة دي شخص تاني خالص. اسمك هيبقى براند، علامة تجارية مسجلة بالثقة والالتزام. الناس مش هتحبك عشان انت لطيف، الناس هتحترمك وتهابك لأنهم شافوك وانت بتبني نفسك في عز العاصفة، شافوك وانت شايل الحمل من غير ما تشتكي، وشافوك وانت بتوصل للقمة بخطوات واثقة. الخلاصة إن دي مش سنة سهلة، خلونا نكون صراحة، مفيش حد بيطلع القمة وهو حاطط رجل على رجل. دي سنة النضج العظيم، سنة المواجهة مع الذات. يا تبقى قد المسؤولية والكرسي اللي قعدت عليه، يا تفضل مكانك والقطر يفوتك. مفيش حل وسط ومفيش لف ودوران. الضغط اللي انت حاسس بيه دلوقتي هو الأداة اللي هتحولك من حتة فحم لقطعة ألماظ نادرة. واجه تحدياتك، خطط ليومك، التزم بكلمتك، وخليك القائد اللي انت مولود عشان تكونه. القمة مش سهلة والطريق مليان شوك، بس صدقني المنظر من فوق يستاهل كل ذرة تعب. انت قدها يا سرطان، وزحل مش جاي يهدك، ده جاي يبنيك عشان تعيش سنين طويلة وانت واقف على أرض صلبة.